حبيبي وعزيزي برج الجدي، قائد المرحلة الجميل، ملك التفاصيل، حبايب قلب عم جوهر من جوه. انتوا حبايبي الحلوين وانتوا عارفين ومتأكدين. ركزوا بقى في الكلمتين الجايين، هنقول توقعات ونصايح وتحذيرات. شهر ديسمبر كانون الأول، آخر شهر في السنة، بأمر الله يبقى شهر حلويات عليكم، بس المهم تعملوا اللي عليكم. خليني أقول لكم بس مهم جدا تركزوا في كل كلمة هتتقال وتشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. أقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الشهر. طبعا عشان الصورة تبقى كاملة لازم تشوفوا دايما التوقعات الأسبوعية والتوقعات اليومية، تربطوها بالشهرية، تبقى الصورة كاملة ومية مية. وكده كده يا حبايب قلبي وعنيا انتوا عارفين كل اللي بنقوله حصل ما حصلش الله أعلم بتاعت ربنا، بس هنقول الإيجابيات وهنقول السلبيات، سواء الكلام عجبكم ولا ما عجبكوش أنا هقوله، ورزقي ورزقكم على الله. طبعا يا جدي ممكن من أواخر شهر نوفمبر بدأت الضغوط تزيد شويتين، النفسية تقلق حبتين. في حتت إيجابية ومنورة ما تنكروش، هنجيلها بعد شوية. بس ممكن الضغوطات بسبب دخول الشمس في برج القوس بدأت تظهر، قلق في العمل، قلق في الفلوس، قلق في الدراسة، قلق في العائلة، قلق في العاطفة. بقى في نوع من القلق، نوع من التوتر، بقيتوا مكلضمين ماشيين في الشارع مكشرين، وانا ما احبش الكلام ده يحصل معاك جدي. انتوا ملوك العقل، ملوك الحكمة، وعارفين ان كل تأخيرة وفيها خيرة ربنا شايل لكم الخير بعدين. يبقى اصبروا يا حلوين، استحملوا ضغوطات الشمس اللي في برج القوس كله لغاية يوم 21، وبعد كده الشمس هتجيلكوا وهتبقى حمادة تاني خالص. على فكرة الأول اكتبوا كده كل التواريخ اللي هقولها عشان ما تجوش تسألوني بعد كده. طبعا الضغوطات هتنتهي من يوم 21 مع دخول الشمس في برج الجدي من يوم 22، يعني آخر أسبوع و10 أيام في الشهر حمادة تاني خالص. المهم إن احنا في أول فترة في الشهر ما نعتمدش على الحظوظ، نحضر الكسل، نحضر الإهمال. هتلاقوا الدنيا بقت عال العال، نسترخي، نتأمل، نفكر بحكمة بعقل، ما نتسرعش، ما ندخلش مواجهة، ما ندخلش منافسة، نبعد عن أي حوارات. خلي بالكم الحمد لله إن عطارد في أول أسبوع من الشهر موجود في برج القوس. مش مبسوط، بس على الأقل يكشف لكم المؤامرات، يكشف لكم الأعداء، يكشف لكم الحساد، يخلوكم تفكروا بشكل فيه حكمة أكبر، قدرة على التواصل، على التفاهم، على النقاش، حتى مع الأعداء اللي ليكم أو الناس اللي عينيهم فيكم. يعني انتوا عارفين حواليكم كتير عيون بصاصة، يا رب يتدب فيها رصاصة، بس بأمر الله يتدب فعلا فيها رصاصة. الزهرة كمان موجود في القوس اليوم 10، ودوت يديكوا الفرص والاحتمالات ان تهملوا، تكسلوا، تدخلوا في مشكلات، وارد، بس تلاقوا الانفراجات وتلاقوا الحلول والخروج من الازمات، خصوصا في العلاقات، في الامور الجنسيه، في الامور العاطفيه، في الامور العمليه، في الامور الصحيه اللي الشمس هتبقى ضغط عليها بزياده شويه. فركزوا في عملكم، ركزوا في صحتكم، مهما كانت الاوضاع دايما خدوا بالكم، الشمس مش سايباكم في حالكم. وبالاخص من اول يوم 10 هيبدا الزهر يمشي من القوس وعطارد يمشي من القوس، والشمس بس اللي هتبقى قاعده فوق دماغكم. فخدوا بالكم من يوم 10 ليوم 21، دي ارخم فتره في الشهر يا حلوين. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيجي من يوم 7 عطارد يبدا يدخل في برج الجدي عندكم، وبيبقى مبسوط وسعيد. فهنا تبدا القدرات، الامكانيات، الخطوات، البدايات، التحركات. في ضغوطات من الشمس، بس عطارد يديكم القدره على التواصل، على التفاهم، على النقاش، على المنافسه، على المواجهه، على ان انتوا تبقى نظرتكم للامور اوسع، اشمل، فتكتشفوا اسرار واخبار تساعدكم تاخدوا قرار. ومع دخول الزهره تجيلكوا بقى من يوم 10 تبدا فرص الحب والمال والجمال، العاطفه، الجنس، الفلوس، المكسب، الاهتمام بلبسكم، بشياكتكم، تبقوا ملفتين للانظار ونار يا حبيبي نار. وكل ده يخف ضغوط الشمس عنكم. نيجي من يوم 22 الشمس هتجيلكم وتبدا اعياد ميلادكم، كل سنه وانتم طيبين، وتبدا بقى التحركات والانتقالات والخطوات والبدايات والثقة في النفس والجراءة والشجاعة، وآخر حلاوة آخر أسبوع في الشهر بتاعكم تماما، فتنهوا السنة والشهر بشكل جميل وسعيد. وطبعا من العبد لله تستفيد. طب عندنا ايه تاني يا عم جوهر؟ عندنا المشتري في أول 20 يوم في برج الحوت، يعني برغم الضغوطات اللي عليكم بس هتلاقوا الأحداث سريعة، حاجات بتروح وحاجات بتيجي، ومشاوير كتير واتصالات كتير ورصيد بيطير، وتفاهم وتفاوض ونقاش ومنافسة ومواجهة وتحركات وانشغالات واعطال وصيانات واصلاحات وتخلصوا منها
عايزينها، تنجزوا حاجة تخشوا في اللي وراها، تلاقوا عندكم قدرة على الإقناع جميلة، قدرة على على التفاهم، على التوازن، توصلوا للي انتوا عايزينه وبأقل مجهود ممكن، كله بالاتفاق، مفيش حاجة بالخناق. حظوظ كبيرة لغاية يوم 20 في قدراتكم وإمكانياتكم الشخصية، برغم الضغوطات اللي هتبقى عليكم، بس هتقدروا تواجهوها ولا يهمكم. آخر 10 أيام في الشهر المشتري كوكب الحظ والحب والمال هيروح على برج الإيه، برج الحمل، بيتكم الرابع. في آخر 10 أيام مميزين جدا في الأمور العائلية، الأمور المنزلية. ممكن يبقى في مشتريات، إصلاحات، توطيبات، صيانات، غيارات، زيارات، مقابلات، قعدات، سهرات، بس فرص لحمل وإنجاب، فرص لزواج، فرص لعزل أو انتقال، لأمر قرار، أمر عقاري، بيع أو شراء أو تأجير أو تصالح أو أيا كان. يبقى في انفراجات عائلية، أخبار عائلية، أخبار إيجابية، فرص لحل خلافات عائلية، تواصل عائلي، وبأمر الله الدنيا تبقى مية مية. طبعا المريخ متراجع في الجوزاء، يا عيني أنا عارف إنه ضاغط عليكم في العمل، ضاغط عليكم في الصحة، من فترة للتانية أعراض بايخة بتظهر لكم أو تعب وإرهاق وإجهاد. هنا محتاجين ترتبوا الأولويات، الأهم في المهم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم. الانشغالات والالتزامات مش عايزة عشوائية، بالعكس مش عايزة كسل، مش عايزة إهمال. أنا قلقان أوي في العمل والصحة لو انتوا كسلتوا أو أهملتوا أو مركزتوش. دايما نظموا أوقاتكم، التزموا بمواعيدكم، اثبتوا قدراتكم وإمكانياتكم اللي هي موجودة عند كل الجدي، ما فيهاش كلام، في عمل، في دراسة، في مسؤوليات منزلية، في عيال، في أطفال، في أيا كان. دايما تبقوا مركزين يا حلوين. طبعا زحل الحمد لله في حركة أمامية في برج الدلو، بيتكم التاني، يعني الفرص المالية موجودة، الضغوط والنحوس المالية أقل بكتير. في التزامات ومصروفات تقدروا عليها بأمر الله، يجي لكم مكسب مالي، دعم مالي، تحافظوا على مصدر رزقكم، تقدروا تاخدوا خطوة مالية إيجابية توضح وتحسن الدنيا شوية. وانتوا بشطارتكم يا حبايب قلبي وعينيا، الأمور المالية الفرص موجودة، بس مش بسهولة، عايزة تعب، عايزة التزام، وبأمر الله ربنا يكرمكم آخر كرم. طبعا الأمور العاطفية، أورانوس لسه في برج الثور، تقلبات عاطفية حادة، حبة فوق وحبة تحت، حبة الدنيا جميلة والعاطفة والجنس والقعدات والسهرات والارتباط والإعجاب والانجذاب والحلويات، وفجأة نكد وخصام وفطور وحاجة آخر قرف، فحبة كده وحبة كده، حبة فوق وحبة تحت، على رأي عم عدوية. يبقى ملخص الشهر بيقول إيه؟ بيقول إن انتوا يا حلوين محتاجين إن انتوا تبقوا مركزين، تعدوا الفترة الأولى من الشهر بأقل خسائر ممكنة وبأكبر مكاسب ممكنة. الفرص هنا موجودة وهنا موجودة، ضغوطات كتير بسبب الشمس، بس حظوظ كتير بسبب المشتري مثلا، ضغوط بسبب المريخ، بس حظوظ بسبب أورانوس. تلاقوا الدنيا رايحة جاية. ركزوا في التاريخين دول. يوم 8 في الشهر القمر بدر في الجوزاء، ودوت يعني ايه؟ يعني خلينا نقول ان هنا فرص واحتمالات لحاجة ايجابية في يوم 8. ويوم 23 ديسمبر ولادة القمر الجديد في برج الجدي عندكم، ربنا ينتعه بالسلامة. هيبقى يوم مميز وبأمر الله تلاقوا فيه حدث سعيد، وتنهوا السنة والشهر كله بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.